كورس النهاردة هنتعلم أهمية الديف أوبس بالنسبة للإمبيدد وإزاي نستخدمه في المجال ده. دايما الديف أوبس موجود للويب والموبايل أبليكيشن، بس للأسف الشديد مش كل حاجة هلاقيها للإمبيدد، بس دايما في حلول، ولسه المجال الديف أوبس للإمبيدد فيه أبحاث كتير. طيب حلو جدا، احنا بقى هنتعلم ايه في كورس النهارده؟ هنتعلم الفيرجن كنترول، ده انك تقدر تحتفظ بنسخ كتيره من الكود بتاعتك وتقدر تتنقل بين الفيرجنز دي بحريه. وهنتكلم كمان عن السي اي سي دي، وهي تول بتخليك بدل ما تعمل رن لكل حاجة على اللاب بتاعك، بتديك إمكانية إنك تعمل رن لنفس الكوماندز دي على في امز كتير، بحيث الحاجات اللي مش معتمدة على بعضها تترن ان بارل، وبكده نكون سرعنا الوقت بتاعنا. طبعا نظرا لعدد الفي امز الكتيرة اللي هنستخدمها، محتاجين تولز تظبط الفي امز دي وتخليها بالشكل اللي أنا عايزه، يعني تسطب لي الابلكيشنز اللي أنا محتاجها وغيره. وده اللي بيعمله الكونفجريشن مانجمنت تول. وبعدها هنعمل بروجكت هنستخدم فيه كل اللي اتكلمنا عنه، بحيث نشوف ازاي نطبق كل ده مع بعضه باستخدام الاردوينو. وبعدها هنتعلم اساسيات عن اللينكس عشان نعرف نستخدم الدوكر، اللي هي التول اللي بتعزل الانفايرمنت بتاعتك في حالة إنك ممكن يكون عندك كذا فيرجن لنفس التول، وممكن يحصل مشاكل بسبب حاجة زي كده. من الحاجات المهمة اللي بتقدمها إنه بتخليك عارف إيه الفيرجن من كل تول كانت شغالة مع أنهي فيرجن من التولز التانية، لأن أحيانا كونك تعمل أبديت لتول معينة ممكن يعمل مشاكل، ومش بتعرف إن إيه الفيرجن اللي أنا كنت شغال بيها اللي كانت شغالة مع الفيرجنز التانية. فبالتالي دي حاجة لطيفة إن أنت تكون عارف إيه الفيرجنز compatible مع بعض. طيب الديف اوبس بيتقسم لكذا مرحلة. أولهم الديفلوبمنت، وهو إن الديفلوبر بيكتب الكود بتاعه عادي جدا وبيعمل له بوش على الجيت هاب أو الجيت لاب أو أيا كان ريموت سيرفر اللي بيبوش عليه. وبعد كده بيحصل انتجريشن، إن كل الموديولز، يعني كل التيمز، كل تيم مثلا زي مثلا واخد موديول أو حاجة، وتلاقي الموديولز دي بتتنتجريت مع بعض بحيث إن أنا أقدر أرن عليها التستات بتاعتي. ودي هي دي مرحلة التست. بعد ما بخلص التستات ويجيلي زي جرين بايب لاين، او ان انا خلاص يعني الحاجه عدت ما فيهاش اي مشكله، فساعتها هعمل الديبلويمنت ان انا اروح احط الحاجه على طول على البرودكشن سيرفر، بحيث ان هو يوصل لليوزر بتاعي. او ان انا اروح اعمل ديليفري، والديليفري ده انا بروح اخزنه في مكان ما، مستني ان انا الميعاد اللي بسلم الحاجه للكاستمر بتاعي وبديله الباكج بتاعته. مونيتورنج، ان انا براقب السيستم بتاعي وبشوف ان هو شغال ومفهوش أي مشكلة ومفيش أي شكاوي منه. فيدباك، إن أنا اللوجز أو المشاكل اللي بجمعها وباخد بالي من الباجز الموجودة في السيستم بتاعي، بترجع تاني للديفلوبمنت وت... ويبتدي إن هو يحسن ويحل المشاكل اللي حصلت. وبعد كده نرجع اللوب من أول وجديد. الأوبريشن هو إنك تفضل شايف السيرفيسز اللي موجودة عندك إن هي قايمة وما فيهاش أي مشاكل لأطول فترة ممكنة، بحيث إن هي ما تمباكتش اليوزر بتاعك أو إن هو يحس بأي مشكلة. طيب الإمبيدد DevOps بيعمل إيه من كل ده؟ هو في مرحلة الديفلوبمنت إحنا بنكتب أكواد ونبشها على الريموت سيرفر. عندنا الانتجريشن، بيبقى فيه كذا موديول بينتجريتوا مع بعض. بنعمل التستات، بس التستات هنا هو في بينهم بيتقام على الويندوز، في منهم بيتحط على البورد أو الاي سي يو بتاعتك اللي أنت شغال عليها. بنعمل ديبلوي، ان احنا بنحط الباكج بتاعتنا وبنستنى الكاستمر الميعاد اللي بتسلم فيه تديله الباكج بتاعته. كمان آه، بن آه، عندنا كمان مرحلة المونيتورنج، وهي ان انت بتشوف بالتولز اللي انت بترنها على الكود بتاعك والتستات اللي بترن، ان لو في اي ايرورز او حاجة هتبتدي تاخد بالك ان هو بيطلع لك اللوجز ان في فيلير او في اي مشاكل. وبعد كده الفيدباك، ان ممكن يبعت لك ميل يقول لك البايب لاين ده فيل، فانت بالتالي تبتدي تاخد اكشنز وتحاول تصلح المشاكل اللي موجودة. واخيرا الاوبريشن، ان انت في سيرفرز موجوده عندك انت اصلا شغال عليها، بحيث ان انت تمانج السيستم بتاعك ده وتحاول تطلع البرودكت بتاعك في اسرع وقت ممكن. طيب عامه الديف اوبس كل مهامه ان هو انت تطلع برودكت بكواليتي عاليه باقل اخطاء في وقت قصير، وتقدر تعدي بالمراحل اللي احنا قلنا عليها دي في باتشز صغيره. يعني انا عدلت لاين واحد في الكود، اقدر ارن اللوب دي كلها في وقت قصير، أحسن بكتير من إن أنا
أبقى عشان بعمل كل الكلام ده مانوالي، فبالتالي بأجل كل الستيجز دي وأفضل أعمل ديفلوبمنت بشكل كبير قوي. بعد كده أبتدي أمشي في البروسيس دي. في الآخر بينتج عن الكلام ده ان انا في الاخر بعد ما بقى انا ماشي في البروسيس اكتشف ان في كمية حاجات انا عاملها غلط في الكود بتاعي. وبالتالي لما يجي وقت المينتنانس هتلاقي ان الموضوع هياخد مني وقت كبير، غير ان انا لما اعمل باتشاية صغيرة وابتدي امشي في البروسيس ديت. والبروسيس دي بتتمشي بتمشي بشكل اوتوميتد، فانا ما بتدخلش فيها. لا، ده انا بكمل كودنج وهي اصلا بتخلص مع نفسها، وابتدي واحدة واحدة اشوف الريزلت ماشية ازاي والحاجة ماشية ازاي. فبالتالي ده احسن والطف كتير جدا. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، واشوفكم الدرس الجاي.